بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، النهاردة إن شاء الله أولى دروس مادة الدراسات الاجتماعية للترم الثاني، ودرسنا النهاردة إن شاء الله بعنوان عناصر المناخ. عناصر المناخ. طيب، في بداية الدرس هنتعرف على المناخ، ويعني إيه كلمة المناخ، ويعني إيه كلمة الطقس، ودي هترجعنا بقى لحاجات خدناها قبل كده في السنين اللي فاتت. فبداية الطقس، يعني ايه كلمة الطقس؟ اللي هي الكلمة اللي دايما بنسمعها يا اما في النشرات الاخبار او في الاخبار. بنعرف يعني ايه كلمة الطقس. الطقس اللي هو ايه؟ اللي هو بيقول لك درجة الحرارة عاملة ايه في خلال الايام اللي جاية. فالطقس تعريفه هو وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة. وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة. الفترة الزمنية القصيرة دي بتكون ايه؟ ممكن تكون يوم او يومين او اسبوع. يبقى تاني تعريف كلمة الطقس اللي هتحفظه، عشان ده تعريف مهم جدا. هنيجي نقول عرف الطقس، فهتقول الطقس هو وصف حالة الجو من حيث الحرارة والرياح والأمطار والضغط الجوي خلال فترة زمنية قصيرة. طيب أكمل يا سيدي. الفترة الزمنية القصيرة دي ممكن تكون قد إيه؟ ممكن تكون يوم، ممكن تكون يومين، ممكن تكون أسبوع. طب ممكن تكون شهر؟ غلط، ما مش ممكن تكون شهر. لو شهر يبقى كده دخلت في فترة زمنية طويلة، ودي بعد كده هتكون تعريف حاجة جديدة اللي هي المناخ. طيب ايه هو المناخ بقى؟ المناخ نفس الكلام بالظبط، متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة، قد تكون شهر، فصل، أو سنة، من حيث برضو الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. يبقى الفرق ما بين الطقس والفرق ما بين المناخ في الفترة الزمنية. الطقس في خلال الفترة الزمنية القصيرة، والمناخ في فترة زمنية طويلة. هما الاتنين نفس التعريف بالظبط. الطقس كمان مرة وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة، قد تكون يوم أو يومين أو أسبوع. من حيث إيه؟ بنوصف الجو من حيث إيه؟ من حيث الحرارة، الضغط الجوي، والرياح والأمطار. المناخ نفس الكلام، وصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة. الفترة الزمنية الطويلة ممكن تكون شهر، فصل، أو سنة. بنوصف الجو فيها من حيث إيه؟ من حيث برضو 3 حاجات: الحرارة، الضغط الجوي والرياح والأمطار. يبقى إذا أنت عرفت دلوقتي تفرق ما بين الطقس والمناخ، وإن الفرق بينهم بيتمثل في الفترة الزمنية. طيب عناصر المناخ. عناصر المناخ عناصره ايه؟ او المناخ عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 حاجات: الحرارة والضغط الجوي والرياح والامطار. ايه ده يا مستر؟ طب دول 4 كلمات. هقولك، ما الضغط الجوي مرتبط بالرياح، ودي حاجة هتعرفها كمان شوية في الجزء الثاني من الدرس. يبقى عناصر المناخ عندك 3 حاجات: الحرارة والضغط الجوي والرياح والامطار. اول عنصر من عناصر المناخ الحرارة. الحرارة تعتبر أهم عنصر من عناصر المناخ. الحرارة أهم عنصر من عناصر المناخ. ليه؟ ليه يا مستر الحرارة أهم عنصر من عناصر المناخ؟ لأن الحرارة هي التي تؤثر في باقي عناصر المناخ. يعني الحرارة هي اللي بتأثر في الضغط، وبالتالي في الرياح، وبالتالي في الأمطار. ودي حاجات برضو مش هنسبق الأحداث، وهتعرفها في باقي الدرس. طيب لو جالك سؤال بما تفسر الحرارة أهم عنصر من عناصر المناخ، الإجابة بتاعتك هتكون إيه؟ لأنها تؤثر في باقي عناصر المناخ. طب إيه باقي عناصر المناخ؟ اللي هي الضغط الجوي والرياح والأمطار. الحرارة إيه هو مصدر الحرارة على سطح الأرض؟ الشمس. الشمس هي مصدر الحرارة على سطح الأرض، وكمان وهي مصدر الضوء. لكن حرارة الشمس بتختلف من مكان لآخر. ايه ده؟ يعني حرارة الشمس عندنا تختلف عن بلاد تانية؟ بالطبع حرارة الشمس ودرجة حرارتها بتختلف من مكان إلى آخر. طب ايه السبب؟ هقولك في 4 أسباب تختلف درجة الحرارة من مكان لآخر بسبب 5 أسباب. 5 أسباب. إيه هي ال5 أسباب دي؟ رقم 1: اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. التضاريس، القرب والبعد من المسطحات المائية، والغطاء النباتي، وطول وقصر النهار. ايه ده؟ انا هحفظ ده كله؟ واحدة واحدة كده وبالراحة. يبقى عندك الحرارة بتختلف من مكان لآخر بسبب وجود 4 أسباب. 4 أسباب أو 5 أسباب. رقم 1:
اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. طبعا انت عارف اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. انت عارف دوائر العرض اللي هي لو رسمنا سطح الكرة الأرضية، في عندك دائرة العرض الرئيسية، وفي عندك دائرة مدار السرطان، وفي عندك دائرة مدار الجدي. خدت قبل كده إن أشعة الشمس حينما تتعامد على منطقة خط الاستواء فإنها تكون أكثر حرارة. يبقى المناطق القريبة من خط الاستواء أكثر حرارة. طيب خط الاستواء دائرة عرض ولا لأ؟ أيوة دائرة عرض. طيب كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء وصعدنا إلى الشمال عند القطب الشمالي أو صعدنا إلى الجنوب عند القطب الجنوبي تنخفض درجة الحرارة. يبقى إذن موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض بتتأثر بدرجة الحرارة. كلما اقتربنا من خط الاستواء أصبحت درجة الحرارة عمودية فترتفع درجة الحرارة. كلما ابتعدنا عن خط الاستواء، ابتعدنا فين؟ ابتعدنا في الشمال أو ابتعدنا في الجنوب، تصبح أشعة الشمس مائلة وتكون الحرارة أقل حرارة في المناطق القطبية. هنشرحها تاني بس معلومة كده على الماشي. التضاريس انت خدتها تعريفها اللي هي اشكال سطح الارض. طيب ازاي التضاريس بتؤثر في درجة الحرارة؟ كلما ارتفعنا عن سطح البحر، طلعنا زي قمم الجبال كده، كلما ابتعدنا عن سطح البحر بتنخفض درجة الحرارة. لذلك بعض الجبال ممكن ان احنا نلاقي القمم بتاعتها بيوجد عليها جليد. ليه؟ لانها ترتفع، بالرغم ان الجبال دي ممكن تكون في مناطق حارة زي جبال كينيا في افريقيا. كلما ارتفعنا عن سطح البحر بتنخفض درجة الحرارة، لذلك بيغطي الجليد بعض الجبال زي جبل كينيا، او ممكن يقول زي عندنا في مصر جبل سانت كاترين. ايه تاني؟ القرب والبعد من المسطحات المائية. يعني المناطق القريبة من البحار زي المناطق الساحلية عندنا في مصر زي بورسعيد، زي العريش، زي اسكندرية، زي مطروح، كل المناطق القريبة من البحر هنلاقي ان درجة الحرارة بتاعتها معتدلة سواء في الصيف او في الشتاء. طيب لو جالك فيها سؤال ليه؟ بسبب القرب والبعد من المسطحات المائية، لأنها قريبة أو بعيدة، لأنها قريبة من المسطحات المائية. عكس بقى الكلام، كلما ابتعدنا عن المسطحات المائية دخلنا في مناطق داخلية، يعني بعيدة عن السواحل، بعيدة عن البحر، يبقى الحرارة بتاعتها مش هتكون أكثر اعتدالا، لا هتكون باردة في الشتاء وحارة في الصيف. رقم 4 الغطاء النباتي. الغطاء النباتي من ضمن العوامل برضو اللي بتأثر في درجة الحرارة. يعني ايه كلمة الغطاء النباتي؟ الغطاء النباتي يعني الغابات، وهنشرحها كمان شوية. رقم 5 طول وقصر النهار. يبقى عندك كده في الصفحة دي تعرفنا على يعني ايه كلمة الطقس، هتعرف الطقس يعني ايه، المناخ يعني ايه، وعناصر المناخ، والحرارة هي أهم عنصر من عناصر المناخ لأنها بتؤثر في باقي العناصر، وعندك العوامل المؤثرة في درجة الحرارة. العوامل المؤثرة في درجة الحرارة. 5 اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض، التضاريس، القرب والبعد من المسطحات المائية، الغطاء النباتي، وطول وقصر النهار. تعال بقى نشرح الخمس عناصر بالتفصيل ونشوف الكتاب كاتب عنهم ايه عشان نشوف هنحفظ ايه. العنصر الأول اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. ازاي؟ ادي الرسمة اللي كنت رسمتها لك من شوية، ودي سطح الأرض، وعندك خط الاستواء عنده أشعة عمودية، وعندك مدار السرطان ومدار الجدي أشعة مائلة. فهنلاقي ان درجة الحرارة بترتفع عند خط الاستواء وبتنخفض عند كلما ابتعدنا عن خط الاستواء. يبقى إذا في اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض بترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء، وتقل درجة الحرارة كلما ابتعدنا عن خط الاستواء، سواء اتجهنا في الشمال أو اتجهنا إلى الجنوب. يبقى بما تفسر كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء شمالا وجنوبا بتنخفض درجة الحرارة، لأن أشعة الشمس على خط الاستواء تكون عمودية ومائلة عند المناطق البعيدة عن خط الاستواء. يبقى دي اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. بالنسبة للتضاريس، دي الجبل اللي كنا رسمناه من شوية، ليه التضاريس بتؤثر في درجة الحرارة؟ هنقول كلما ارتفعنا عن سطح البحر
بتنخفض درجة الحرارة. طب كلما ارتفعنا قد ايه؟ كلما ارتفعنا 150 متر بتنخفض درجة الحرارة درجة واحدة. لذلك بيغطي الجليد بعض قمم الجبال زي جبل كينيا في قارة أفريقيا أو جبل سانت كاترين في مصر. يبقى ده العنصر الثاني اللي هو التضاريس. العنصر الأولاني خدناه اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. العنصر الثالث القرب والبعد من المسطحات عن المسطحات المائية، ودي خريطة مصر عندك. القرب والبعد من المسطحات المائية، ايه اللي بيحصل؟ هنلاحظ ان المناطق الساحلية على البحر الأحمر أو البحر المتوسط بتعتدل فيها درجة الحرارة في فصل الصيف أو في فصل الشتاء. طب بما تفسر؟ لأن المياه تعمل على تلطيف درجة الحرارة في المناطق القريبة منها. الغطاء النباتي، وده العنصر الرابع. زي ما انت شايف كده في الصورة، عندك شخص قاعد اهو بيستظل بظل شجرة. ليه بقى هو قاعد بيستظل بظل الشجرة؟ لأن أشعة الشمس اللي نازلة عليه من فوق دي، أشعة الشمس يعني الغطاء النباتي بيمنع وصول أشعة الشمس إلى سطح الأرض. لذلك بتقل درجة الحرارة في الغابات والمناطق المنزرعة. يعني المناطق المنزرعة ومناطق الغابات بتكون أقل حرارة عن المناطق المكشوفة. فعشان كده بنقول إن الغطاء النباتي بيؤثر في أو الغطاء النباتي بيؤثر في درجة الحرارة، لأنه بيمنع وصول أشعة الشمس المباشرة إلى سطح الأرض، سطح الأرض. عشان كده بنلاقي إن المناطق اللي فيها غطاء نباتي بتكون مناطق معتدلة عن المناطق المكشوفة. العنصر الخامس والأخير اللي هو طول وقصر النهار. إزاي طول وقصر النهار؟ عندك في الرسمة اللي قدامك دي، عندك في فصل الصيف النهار أطول من الليل، وفي فصل الشتاء النهار أقصر من الليل. طب إيه اللي بيحصل في كده؟ طول وقصر النهار، كلما طال النهار تتعرض الأرض الكمية من الشعاع الشمسي مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. بينما في فصل الشتاء يقصر النهار وتتلقى الأرض كمية ضئيلة وقليلة من أشعة الشمس فبتنخفض درجة الحرارة. فالمناطق أو على حسب ده طبعا، على حسب فصل الصيف، على حسب الفصول. المناطق اللي فيها فصل الصيف معنى كده إن هي بتتعرض لإشعاع شمسي بكمية أكبر، فدرجة الحرارة بتكون أعلى. في فصل الشتاء النهار بيكون أقصر فتتلقى الأرض كمية ضئيلة من أشعة الشمس فبتنخفض درجة الحرارة. والسؤال: ما النتائج المترتبة على طول النهار؟ ارتفاع درجة الحرارة. ما النتائج المترتبة على قصر النهار في الشتاء؟ تنخفض درجة الحرارة. يبقى انت عندك كده عرفت الفرق ما بين الطقس والمناخ، عرفت عرفت ايه هي عناصر المناخ، وعرفت ايه هي العوامل المؤثرة في المناخ. الخمس عوامل دول مهمين جدا. او ممكن يقول لك بما تفسر اختلاف درجة الحرارة من مكان لآخر، هتقول الخمس عناصر عندك برضو. وعرفت ان الحرارة اهم عنصر من عناصر المناخ لانها تؤثر في باقي العناصر. وعرفنا بقى باقي العناصر بالأسئلة بتاعتهم والخمس عناصر. بكده نكون انتهينا من الجزء الأول من الدرس. أرجو من انتم تكونوا استفدتم، وأي حد عنده أي سؤال أي تعليق أي استفسار يسيبه تحت الفيديو وأنا هرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.